السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طاجين بالحوت ديال الفرخ. بالنسبه للمقادير عندي هنا واحد الكميه ديال الحوت كما كتشوفوا معايا هكا مقطع طرافي. المهم الكميه كتبقى حسب عدد افراد الاسره. عندي هنايا واحد 3 الحبات ديال البطاطا اللي مقطعين دوائر. عندي هنايا واحد الحبه ديال الفلفله خضراء، حبه ديال الفلفله حمراء، واحد الحبه ديال المطيشه مقطعين دوائر، بعض الحبات ديال الزيتون اخضر بالعظم. وعندي هنايا ربيع اللي مخلط قزبر ومعدنوس والثومه اللي حكيتها. غندوزو دابا باش غنديرو التتبيله ديالنا ديال الحوت. غادي نحتاج هنايا واحد راس معلقه ديال السكينجبير، غادي نضيف هنا القليل ديال الابزار، غادي نضيف معلقه صغيره تقريبا عامره ديال التحميره، فلفل احمر، غادي نضيف هنايا الخرقوم، غادي نضيف الملح اللي كيبقى حسب الذوق، غادي نضيف ملعقه صغيره مملوءه جيدا ديال مطيشه ديال الحك. راكم عارفين كتعطي واحد الخطور ديال المرقه ديالنا، وكتعطي واحد البنه زوينه في الحوت، كتجي المرقه ديالها خاطره. مع ملعقه كبيره ديال الخل ديال الحامض، انا ما متوفرش عندي الحامض، تقدروا ديروا نص حبه ديال الحامض هكا معصوره، كيتواتى الحامض مع الحوت. غير الا كان عندكم الخل ما تكثروش منه، ديروا ملعقه فقط لانه مجهد. غنضيف هنا القليل ديال الماء باش غادي نخلط هاد التوابل ديالنا، نخلطهم دابا مزيان مع بعضياتهم. صافي غادي ندهنوا داك الحوت ديالنا. الا كان باقي عندكم الوقت تقدروا تدهنوه وتخلوه هكا ترقدوه، تخلوه يعني قد ما شرب زعما. كاين التوابل كيجي بنين. عندي الطاجين درت واحد الحبه ديال البصله متوسطه لي شلطها، انا غادي نردو فيه ساعه، غادي يطيب يعني في ساعته كيما هكا كيما حضرته معكم. درت ليه تتبيله كيما رديتو طاب وجا بنين البنات، ما نعاودش لكم. واحد البنه فيه يا سلام. وراكم عارفين يعني الحوت ديال الفرخ كيكون بنين وكيعجبني، كيعجب حتى بالنسبه للوليدات الصغار، ما كتحلوش معاهم هكا مع الشوك وداكشي، يعني كيجي بحال كتاكلوه هكا في اللحم. صافي كنحاول انني نلبس هاد الخضره ديالي كامله بهاد التوابل هادو. ندير البطاطا، المهم نديرها ندوزها في هذيك التتبيله. صافي كنستفها هي الاولى كما شفتوا. غندير دابا مطيشه حتى هي، المهم باش كتجي الخضره ديالنا بنينه، كتجي كامله متبله. صافي وغادي نستفق من هذاك الحوت ديال الفرخ. المهم حنا كنقولوا ليه الفرخ، اللي كانت عنده شي سميه خلوها ليا البنات. صافي وغادي ندير فوق منه هاد الفلفله هادي. المهم درت انايا هكا ديك حمراء وخضراء باش يجي الطاجين ديالنا هكا ملون والشوفه كيجي كيشهي تبارك الله. صافي وغادي نضيف البنات سميتو، غادي نضيف واحد الفلفله حاره اللي كنت درت معكم هكا ملي كنجيبها هكا كثيره. كنديرها هكا كنغسلها وكنمسحها ونديرها في الفريغو. ملي كنبغيها كنجبدها من الفريغو نيشان كنحطها كما شفتوا هكا في الطاجين مع دوائر ديال الحامض. كنت ديك المره لقيت الحامض رخيص وخديت منه واحد الكميه اللي درت منها مركز ديال الحامض، والاخر قطعته هكا دوائر وحطيته خليته غير هكا بحال هكا الحوت او لا شي حاجه اللي بغيت نديرها. صافي وكنضيف هذيك داكشي اللي شاط ليا ديال التوابل هكا من الفوق. غنضيف غير واحد شويه ديال الماء لان بقات خاطره ليا ديك العطريه تما من الفوق. ما نكثروش الماء لان مطيشه كتطلق لينا الماء، الفلفله، الحوت حتى هو. انا راه ما ضفت لا ما لا والو، خليته طاب في ماه وتبارك الله عرفتي راه كيعطي البلول كتير. صافي وغنضيف هنا واحد جوج ورق ديال سيدنا موسى، راكم عارفين كيتواتاو مع الحوت وكيعطيو واحد البنه زوينه. صافي نردهم هكا على النار. غير بدا ليا هكا غير واحد شويه يسخن ليا الطاجين، عاد غادي نضيف هكا الزيت من الفوق. تقدروا تضيفوا نتوما في هذه المرحله الزيت، انا كنخليه هكا حتى الاخر كنديرو هكا من الفوق. يعني الله كيبدا كتشوفوا داك البخار هكا ديالو من الفوق. صافي كنضيف هكا من الفوق وكنسد عليه وكنخليه يطيب على نار مهيله على خاطرو البنات، وكيجي شهوه منه ما نعاودش لكم. حطيته هكا في الفطور جاي يا سلام. المهم هنايا البنات بعد ما طاب لينا الطاجين ديالنا وكما كتشوفوا تبارك الله المرقه جات خاطره وبنينه وما نعاودش لكم، واحد البنه فيه يا سلام. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا الخبر. المهم كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم من باب التشجيع. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وكنقول لكم السلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله.